ها. دو 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 وان. دو 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 دو. تفاصيل جديدة في مصرع إعلامي عربي شهير وصديقه بالعراق. لقي الإعلامي العربي أحمد الحسن مصرعه بعد تعرضه لحادث سير مروع، وده أثار حالة من الجدل الواسع فور إعلان الخبر. كشف مصدر إعلامي عراقي لإحدى وسائل الإعلام العراقية إن الإعلامي أحمد الحسن وصديقه مصطفى اتعرضوا لحادث اصطدام سيارتين بالقرب من جسر القادسية المتواجد في المنطقة الخضراء بمدينة بغداد، وتم نقلهم للمستشفى، لكن لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتهم لأنهم كانوا في حالة متأخرة. الإعلامي الراحل أحمد الحسن من مواليد الثمانينات وعنده 38 سنة، وكان واحد من أبرز الوجوه اللي قدم كتير من البرامج اللي حققت نجاح واسع في منصات التواصل الاجتماعي. قدم أحمد الحسن عدد من البرامج الناجحة، ومن أبرزها بيت بلا أبواب وبدلة شريف ولعبة القدر وجرح الزمان. كان آخر برنامج قدمه أحمد الحسن بعنوان أحلام على عدة قنوات عربية. وزاد البحث عن الإعلامي أحمد الحسن بعد إعلان مصرعه، وحرص عدد من الإعلاميين والصحفيين على مواساة المقربين ليه ونعيه.